ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مريم. بقدم اكلات سهلة بوصفات بسيطة جدا. النهاردة هنعمل معاكم الكفتة الصيامي. كل مكوناتها في البيت، مكونات نباتية مش داخلها اي لحوم. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بجهز المكونات بتاعتي. معايا خضرة مقطعاها، ومعايا معلقة كبيرة من البقسماط المطحون، ومعلقة من النشا، وبطاطساية كبيرة مهروسة، معلقتين من الدقيق، ومعايا ربع كيلو من الفول الصويا، ومعايا بصلة، ومعايا التوابل بتاعتنا بقى. من بهارات الكفتة معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الكزبرة الجافة، نص معلقة من الكمون، مرقة خضار. حاجة هنزل بالفول الصويا. أنا نقعته ربع ساعة في المية، وانزل بالمكونات بتاعتي كلها، اخلطها على بعض واضربها في الكبة كويس، بس لازم تكون ناعمة. طحنتها، هسيبها في الفريزر تتشمع كويس لمدة ساعة. خرجتها، هبتدي اصبعها. لو لزقت معاكم ممكن تبلوا ايديكم بس بزيت. نستخدم الزيت. قطعتها بالشكل ده. ممكن نعمل كفايتنا والباقي نشيله في الفريزر، وقت ما نكون جعانين نطلع، هيبقى حاجة سهلة كويسة جدا. نحمرها، بس لازم يكون الزيت غزير وسخن. شوفوا مش هتتفتفت معانا خالص، متماسكة وكويسة قوي. وده شكلها لما جهزت. يا رب اكون فدتكم. لو عجبكم الفيديو دعموني باشتراك ولايك للقناة. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.